فينك يلي قلبك تعبان ومش لاقي راحة، يلي بتعيطي من غير ما حد يحس بيكي وبتقومي من نومك مهمومة. فينك يلي نفسك تريحي قلبك وتحسي بالسكينة بجد. هو انتي مش زهقتي من دوامة الذنوب والندم والتأنيب؟ مش نفسك تصحي يوم وتحسي ان قلبك مطمن، انك متصالحة مع نفسك، ان ربنا راضي عنك وانتي راضية عن حياتك؟ لو فعلا عايزة الطمأنينة الطريق واضح ومفيش غيره. ارجعي للي خلقك وقوليله بكل صدق: يا رب أنا تبت وقلبي رجع. مفيش أجمل من سجدة توبة تغسلي بيها ذنوب سنين وتبدأي من جديد مع رب كريم بيحبك وبيفرح برجوعك أكتر ما تتخيلي. العشر من ذي الحجة دي مش أيام عادية، دي فرصة من دهب ربنا بعتها لك مخصوص عشان يسمع توبتك ويغسل قلبك من كل ذنب. افتحي صفحة جديدة وارجعي لربك بكل صدق، واوعي تخلي أي ذنب يعيق توبتك ورجوعك لربنا. التوبة مش محتاجة شيخ ولا درس، التوبة محتاجة دمعة ونية صادقة. خدي ركن هادي، اتوضي، صلي ركعتين بنية التوبة. صلاة التوبة بسيطة، بتتوضي وتصلي ركعتين بنية التوبة، وبعد ما بتخلصي بترفعي ايدك وتقولي: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، سره وعلانيته، أوله وآخره، ما علمت منه وما لم أعلم. ادعي كتير وقولي: يا رب وقفت بين ايديك بقلب منكسر، وانا اعلم انك لا ترد من رجع اليك. اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم. اللهم اجعل هذه التوبة بداية لا عودة بعدها الى الذنوب. اللهم نق قلبي وطهر روحي واغسلني من كل إثم كما يغسل الثوب الأبيض من الدنس. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك وخذ بيدي إليك ولا تتركني لنفسي طرفة عين. قولي: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. كل ما قلبك يوجعك من ذنب قولي: اللهم إني تبت إليك فاقبلني واغفر لي ولا تجعلني من الغافلين. قولي من قلبك: اللهم إني أعوذ بك من كل ذنب يقطع الرجاء أو يحبس الدعاء أو يورث الندم ويطيل الألم، وأعوذ بك يا رب من قسوة القلب ومن الغفلة ومن كل عمل يبعدني عنك ويدنيني من سخطك. اللهم قربني إليك واهد قلبي وتقبل توبتي واغفر لي ما مضى وبارك لي فيما هو آت. اللهم اجعلني في هذه الليالي من التائبين واغسل قلبي بماء رحمتك وردني إليك ردا جميلا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. استغفري كتير، استغفري كتير. قولي: استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. كرريها كل يوم وكل لحظة تقدري تستغفري فيها. خلي صوتك يعلو مع كل استغفار. كل ما تحسي ان قلبك وجعك من كتر الذنوب استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. كرري الكلام ده في كل لحظة قلبك بيتألم من الذنب، وسيبي الكلمات تكون جسر بينك وبين رحمة ربنا. التوبة يعني رجوعك لربنا بعد ما تكوني غلطتي، يعني تعترفي لنفسك قبل ما تعترفي لربنا انك غلطتي، وتقرري انك تبطلي الذنوب اللي كنت بتعمليها وتحاولي تصلحي اللي فسد في قلبك، وتطلبي من ربنا السماح والمغفرة في كل وقت من كل قلبك. التوبة مش بس كلام، دي فعل، انك تغيري من نفسك وتبعدي عن كل حاجة مش حلوة وتخلي ربنا هو الأول والأخير في حياتك. فاكرة أول ذنب عملتيه؟ فاكرة قد إيه كان قلبك موجوع وخايف؟ رجعي الإحساس ده وواجهي ذنوبك بعيون مفتوحة وعيشي اللحظة وكأنها آخر فرصة في حياتك. العشر من ذي الحجة دول مش أيام عادية، دول فرصة ما تتكررش. لما تضيع الفرصة ممكن ما ترجعش تاني. لو دموعك بدأت تنزل سيبيها تغسل عنك كل ذنب، واعملي سجدة توبة وقولي فيها: يا رب تبت إليك، يا رب رجعت إليك، يا رب ندمت على ما فعلت وعزمت على ألا أعود للذنب تاني. وتحداكي مش قلبك بس اللي هيتغير، ده كيانك كله هيتزلزل. وفي النهاية أحب أقولك: خليكي فاكرة دايما إن ربنا بيقبل التايبين وبيفرح برجوعك أكتر ما انت نفسك تفرحي. ومهما حصل ومهما وقعتي ومهما الذنب كان كبير ارجعي، ومع كل ذنب أو تقصير ارجعي تاني لربنا بركعتين صلاة توبة.
ركعتين ممكن يغيروا حياتك كلها ويهزوا عاصفة جوه قلبك ويرجعولك السلام اللي بتدوري عليه من سنين. ربنا كريم، بس انت ارجعي. وفي نهاية الفيديو احب اشكركم واقول لكم انتظرونا في الفيديو الجاي. مع السلامة.